شعبان احنا اللي كسرنا الخازوق، معترفين. بس دلوقتي فكر بموضوعية. سرقة الأثر 10 سنين سجن، إتلاف الأثر 3 شهور، فهل يعقل إن احنا نتسجن 3 شهور بينما أنت كده كده داخل السجن، فمش هتفرق معاك 10 سنين من 10 سنين و3 شهور؟ بالظبط، وهنعوضك. لا لا لا، الموضوع مش محتاج التفكير ده كله. خد بالك، انت لو قلت لا مش هتتحبس لوحدك، انت هتتحبس انت والجرمق اللي كان في البيت ده كله، لان هم متسترين على مجرم. فتستر انت علينا وشيل الليله بدل ما تدخلوا كلكم السجن، وهنعوضك باللي نفسك فيه. هتعوضوني عن ال10 سنين؟ عن ال3 شهور، ال10 دول بتوعك انت كده كده، ال3 دول انت هتستقبلنا. لا 10 و3 شهور هنعوضك عليهم كلهم. وتودوا عيالي المدارس؟ كل اللي شفناهم دول لا اتحبس انا ال3 شهور. انا هوديهم بنفسي، اوصلهم كل يوم المدرسه. قصده توصيله. بس كده محتاجين تمنايه يعني كده. انا قصدي مصاريف المدارس. ماشي. ايوه نتحمل. ايوه نتحمل. يلا يلا. وتفتحوا لمراتي مصنع موبيليا، وتجيبوا شقه لحمايا وحماتي، وامي وابويا تحججوهم. لا انت لو بعت الخازوق مش هيجيب كل ده. بس ماشي ماشي، احنا موافقين. يا فكر كإنسان. انت سرقت الخازوق عن قصد. احنا جبنا الخازوق واتكسر مننا واحنا راجعين، حرام ان احنا نتسجن معاك يا شعبان. بالظبط، وبعدين كل اللي نفسك فيه هيتعمل، ومن النهارده اعتبر اهلك اهلنا ونحل، وكل اللي نفسك فيه هيتحقق. بس قول لي انا تمام. قول لنا تمام. قول لنا تمام. قول انا موافق. تمام. تمام يا شعبان.